بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي سادتي آنساتي، هيا بنا لنقيم الانميات الأكثر شيوعا في هذه الفترة. خليكم معانا، دوس لايك، دوس سبسكرايب، اعمل كل حاجة. معاكم معلقكم وحبيبكم خالد، كان اسمه ايه، مدحت شلبي. معاكم مدحت شلبي لتقييم الانميات الجزء الأول. يلا بينا. أول انمي معانا هو انمي جوجيتسو كايسان. انمي لعنات وفايتات اسطورية، رسم اسطوري، ميزانية في السماء حرفيا. كان رأيي في الانمي في اول 3 حلقات انا كنت شايفه عادي، يعني ون بيس احسن بكتير جدا. شايف ان هو انمي ما فيهوش اي حاجة، انمي طبيعي جدا. ارك اللي هو مش فاكر اسمها ايه، بس اللي هو في نهاية الانمي كان جامد، وكان حاجة فعلا جامدة، يعني كان انمي كويس جدا. وسوكا انا بصراحة افخم من افخم شرير في عالم الانمي ممكن نقول. وهيبة كده، انت بس تبص له، انا عايزك بس ترفع عينك عليه وعينك ما تشوف الا النور، يعني حرفيا كده انت عينك مش هتشوف غير النور كده في السما خالص، في السما. وبس، يعني ده كان انمي لان. اما بقى اوحش بطل واللي انا اصلا ما بحبوش وانتوا هتتصدموا منه، اللي هو الراجل اللي هو الكبير ده برضو يعني. ده مش بطل، بس يعني لما ظهر انا استرخمته بصراحة. اما على البطل الطب بالنسبه لي، مش هقول لك ايتادوري ولا هقول لك جوجو ساتورو، انا البطل بتاعي فوشيغورو كان. هو يعني ممكن تقول عليه مكاري الانمي ده، يعني انا كل ما بشوفه بيفعل قدراته او بيعمل اي حاجه من دول انا ببقى فارغ وبحب كلابه جدا والله العظيم. ومن اول حلقه يعني لما ظهر فيها، لما دخل هو وايتادوري بتاعه وايتادوري كل الصباع، كان جامد جدا. مش عايزه احرق عليكم الانمي لو انتم مش لسه مفرجتوش عليه، بس يعني حاولوا تكتموا نفسكم من الشتايم شويه لما تشوفوا حبيب قلبنا كلنا، واللي احنا طبعا بنحبه جدا وبندعي له من قلبنا، ماهي ده كائن، يعني مخلوق عشان ينرفزك. صح، كاتب الانمي خلقه او كاتب رسمه عشان ينرفزك، بس ينرفزك حاجه في منتهى التاني. ليتس جو على تاني انمي. تاني انمي معانا وده في المرتبة، لا هنقول لكم الترتيب في الاخر. تاني انمي معانا هو ون بيس لوفي عمك. حرفيا انا من فانز لوفي جدا، ومن فانز قبعة القش جدا جدا جدا. بحب لوفي، بحب كله، بحب لوفي التحول اكتر تحول بقلبه اللي هو الرابع. مش عايزه اقرا المانجا، مش عايزه اكمل في ون بيس، لا هو انا وقفت لغايه الحلقه 900 او حاجه، خلاص زهقت، مش قادر اكمل 1000 حلقة ولسه منزل منه. اقوم شرير وهو دو فلامينجو، ده شخصية عظمة جدا، عظمة وضحكته كده بتخليك كده في عالم تاني، وبتحب ضحكته وتحب نفسه. انمي ون بيس مش هو غني عن التعريف طبعا، مش هقدر اعرف عليه كتير، بس ننهي فقرة ون بيس بحاجة بس. ون بيس عمك. اول حاجه كده امسكها لي يا ابني، ايه الفخامه الجامده فشخ دي يا موزان؟ جبتها منين يا ابني؟ يا ابني انت شيطان والله، انت فعلا حرفيا شيطان، انت بتتكلم بجد، انت شيطان، انت شيطان يتعلم منك كده. فخم فخم وهو اصلا يعني تبا لتانجرو او تانجرا، انا ما بحبوش عامه، هو اسمه تانجرو بس انا بحب اقول له تانجرا اول ما اشوفه. تبا لزينيتسو بقواته بالرعد بتاعه، تبا له. وطبعا محدش يجي على الكراش بتاعتي نيزوكو، لان ديت ماي وايفو، يعني ما تجيش جنبها، ما تجيش جنبها، ها ولا. تبا لك، تبا لكم جميعا. الانمي الرابع والاخير. رابع انمي، انا بس اقول لكم تلميح بسيط كده، وهو الفيديو ده جزء من خطته، واني اتكلم عليه ده جزء من خطته، وان العالم ده جزء من خطته، وولادة امه كانت جزء من خطته، وان وقف الفيديو لغايه هنا ده كمان جزء من خطته. حرفيا هو خطط ان امه تتجوز ابوه، ده انت لو حاجه ما تعرفهاش يعني، ده تخطيط جامد جدا. يعني على التأليف بليتش، انمي بليتش هو من افضل انميين انا بحبهم جدا، وهقعد اعيدهم لغايه ما ينزلوا فيلم زي ون بيس كده 1000 حلقه.
كاري الانمي ايزن عمك، وايزن عمي، وايزن عم كل واحد بيتفرج، ايزن عمكم كلكم. يعني غني عن التعريف ايزون سان يعني. ولما ختم، يعني لما لقيته ختم وكانت اول واحدة يظهر فيها، انا عدت المشهد بتاعه يجي 6 7 8 9 10 مرات تاني. حاجة رايقة. ايزن فوق الخيال يا جدعان يعني انمي بليتش. اما لما هتيجي للترتيب هنشوف ان في الجزء الاول ولا من غير اي منافس هو انمي عشان بس الكراش بتاعتي ديمون سلاير هو من احسن الانميات فعلا ان انا بحبها. والمركز التاني هو بليتش. المركز التالت جوجيتسو يعني حلو، بس يعني لما ينزل فيه انميات افضل وينزل فيه حاجات افضل هيكون من الاحسن ان هم ينزلوا كده. وفي المركز الاخير وده يسنني هم 4 مراكز طبعا، كل واحد ليه في حته كده معينه. ون بيس لو ما كانوش حلبوه، يعني لو كانوا وقفوا مثلا عند اخر ارك اللي هو بتاع فلامينجو ده، كان هيبقى افضل بكتير دلوقتي، وكان الناس هتعيده اكتر. انا بتفرج على ون بيس يعني من وانا صغير، فزهقت. الواحد خلاص عرف بقى عايز انميات جديده. استنوا البارت 2 لان دوت لسه في انميات هتيجي احسن من دي وانا ما اتكلمتش عليها. او في انا لسه فاكره يعني، بس مش هحرق لكم عليه. هي انمي نازل في الشتاء اللي فات ومن افضل انمي في الحياه، بس يعني انا مستنيه يقدم لي اكتر. فيا ريت ما تنساش اللايك، ما تنساش السبسكرايب، ما تنساش تفعل الجرس، ما تنساش تعمل شير، ما تنساش تكتب كومنت. وفقط تبا لكم جميعا.